بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي، محمد المنسي قنديل وقائع عربيه جايب لنا حكايه عن اخر خلفاء العباسيين. ظهر شيخ متعب على باب جامع الازهر يوم صلاه الجمعه، وفي اليوم ده كان الظاهر بيبرس كان بيصلي بنفسه بالناس. ولما انتهت الصلاه وطلع بيبرس من صحن المسجد الى بهو الاعمده بره، اذا الشيخ المتعب راح جري على رجل بيبرس وقال له: يا مولاي، انا اخر خلفاء العباسيين. وطلع شويه ورق كده واختام في جيبه. فبيبرس راح اتدار وقال للي حواليه: نرجع الجامع تاني. رجع الجامع، كان حواليه ساعتها الاربع ائمه للمذاهب، وكان قاضي القضاه وواحد مسؤول في الانساب. اخد ويده مع الراجل المتعب فجه قاضي القضاه كده وهمس في ودن بيبرس، قال له: يا مولاي، انا فاكر الراجل ده شكله نصاب. فجاه راح بيبرس وقف وقال: انا اعرف ان ده اخر الخلفاء العباسيين، وانا هنصبه امير المؤمنين. ويوم الجمعه اللي بعدها فعلا نصبه امير المؤمنين. محمد المنسي قنديل بيحكي لنا على القصه دي، ان بيقول ان بيبرس حسم القضيه. كان بيبرس قد قتل صديقه قطز وهم راجعين من عين جالوت، واخذ العرش بسيف المنتصر. ورغم ذلك كان في حاجة إلى سند شرعي، يعني صك يجعل له الحق في عرش مصر. فكان هو بصوها لبعض يعني. دمتم في أمان، لأن هو لقبه بالمنصور في الجمعة اللي بعدها، والمنصور الجمعة اللي بعدها على طول طبعا اداله ولاية عرش مصر على السن، لأنه هو الخليفة العباسي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.